وإلى لبنان، حيث وصفت المغربية شروق الشلواطي فوزها في مسابقة ملكة الجمال العربي في العاصمة اللبنانية بيروت بأنه فخر لها ولكل المغاربة. الشلواطي طالبة جامعية في المغرب تتخصص في إدارة الأعمال، عمرها 23 عاما، وهي من مواليد مدينة فاس وسط المغرب. الزميل عادل الزبيري التقى بشروق وعاد إلينا بالتقرير التالي، نتابع. أول سؤال، ماذا يعني لك هذا اللقب ملكة الجمال العربي؟ هذا اللقب بالنسبة لي فخر للمغاربة كاملين، أنني نحمل بأن الفتاة اللي تحمل لقب أجمل بنت في العالم العربي تكون مغربية، فبالطبع هذا فخر لي والمغاربة كاملين. صديق سمع بالمسابقة وشاف أنني تنجاوب على المتطلبات اللي باغيين في البنات اللي هيشاركوا، وعيط ليا قال لي شروق فوالا راه دايرين مسابقة في بيروت ولازمهم يعني جمال عربي ولازمهم بنت تعرف تهدر وتدير قال لي فانا بنتي ليا داك البنت اللي هتقدر تعجبهم في هذا الشيء اللي باغيين. هل يمكن القول أن هذه الجائزة هي نقطة تحول في حياتك الشخصية والمهنية؟ هي نقطة تحول نعم، ولكن يعني تنحاول أنني ما تأثرش فيها سلبيا، فتنبذل مجهود كبير باش أنني نبقى نتبع الدراسة ديالي وفي نفس الوقت نوصل للمستوى اللي بغيت ليه في هذا المجال هذا. اليوم بعد حصولك على هذه الجائزة العربية، ما هي مشاريعك المستقبلية؟ الدراسة أصلا ما بقى والو إن شاء الله، يعني شهرين ماكسيموم، فأنا مقابلة كل خطوة تنديرها وكنحرص في نفس الوقت على أنني نبقى غادية في الدراسة ديالي مزيان. كيف ترين مجال عروض الأزياء في المغرب؟ هل هناك فرص عمل ستمكنك من الاستمرار والاحتراف في المغرب، أم أنك ستضطرين إلى الهجرة كما فعلت الكثيرات من قبلك إلى دول الخليج العربي أو إلى لبنان؟ ما كنظنش أنهم تيجاوبوا على كاع المتطلبات ديال عارضات الأزياء ولا المتطلبات ديال الجماهير اللي تيجيو يتفرجوا، فتنتمنى انهم يعني يحسنوهم. فاحسن العروض هنا قلال بزاف في المغرب، تنتمنى انهم يحاولوا يحسنوهم باش الناس يبقاو يجيو للمغرب باش يشوفوا القفطان المغربي، ماشي حنا نمشيو لبرا باش نشوفوا القفطان المغربي تيتعرض برا. فمثلا اذا كان عرض في بلجيكا ديال القفطان تيصايبوا العرض على اكمل وجه، إلا كان بلجيكا فرنسا ولا أي بلد أوروبي تيصايبوا العرض على أكمل وجه، فالناس تيعجبهم داك العرض. أما إذا جاو المغرب فكاينين بعض العروض اللي بصراحة ماشي في المستوى، دونك تتهبط من القيمة ديال القفطان المغربي اللي خاصو يوصل للعالمية.